صاحب الحدوتة بتاعتنا النهاردة بيشتغل في شركة مقاولات عالمية. بعد فترة عمل طويلة في الشركة حب إنه يستريح لأن سنه كبر، وقدم استقالة لمديره في الشركة. ولأنه من المميزين في الشركة حاولوا إنهم يراجعوه في قرار الاستقالة، لكنه رفض. وبعد محاولات طلب منه مدير الشركة إنهم محتاجينه في عملية أخيرة وبعدها يقبلوا الاستقالة. الحقيقة إن ردهم ضايقه، وللأسف زاد ضيقه أكتر لما عرف تفاصيل العملية، واللي كانت عبارة عن بناء وتشطيب بيت في أحد المناطق. وفعلا استلم العملية وبدأ الشغل، وبسبب الحالة النفسية اللي كان فيها ما كانش مهتم بأي تفاصيل، مع إن الموضوع بالنسبة له سهل جدا. بس هو كان مشغول في حاجة واحدة بس، إنه يخلص الشغل في أسرع وقت ممكن. بعد فترة بسيطة خلص البيت وجي ميعاد التسليم، وهو بيسلم المشروع للمدير اتفاجئ إن المدير بيديله مفتاح البيت. قال له إيه ده؟ رد المدير وقال له البيت ده هدية من الشركة ليك تقديرا على جهودك في العمل السنوات اللي فاتت. وبكل أسف ده حالنا مع العبادات اللي ربنا فرضها علينا. كتير مننا بيقع في نفس الغلطة، بنصلي، بنصوم، بنعمل العبادات كأنها مجرد واجب لازم نخلص منه. بننسى إننا بنبني بيتنا في الآخرة بإيدينا. كل طوبة بنحطها هي عمل صالح بنقدمه لربنا. يا ترى لما يجي وقت التسليم هنلاقي البيت اللي بنيناه يستاهل؟